بدل ما تشتري الكيلو ب50 جنيه، تعالي نعمله ب10 جنيه. هتعملي احلى رقاق في البيت بكل مقادير بسيطة. تقدري تعمليه بكل سهولة من غير، حتى لو ما عندكيش فرن بوتاجاز هتقدري تعمليه بكل من على العين من فوق. ومقاديره بسيطة جدا وسهلة، هي مية ودقيق مش اكتر من كده، وسهل جدا اي واحدة تقدر. فين كده الرقاقة طالعة معانا حلوة جدا وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين الصوت رائع جدا. يلا بينا نعمل الرقاق. بدل ما نشتريه الكيلو ب50 جنيه، احنا ب10 جنيه من الدقيق هنعمل كمية حلوة جدا. يلا بينا. كيلو دقيق، حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق، ورشة ملح، وحوالي كوباية من المية يدوبك دافية كده زي دمعة العين، مش سخنة. بتكون حلوة جدا للرقاق. والعجينة تكون معجونة حلو. علشان العجينة لازم أعجنها حوالي من 7 دقايق كده، في حدود 7 دقايق، علشان تكون معاكي عجينة تكون عجينة حلوة كده، وتكون معاكي ناعمة علشان ما تتقطعش معاكي. يعني خدت معاكي بالظبط في حدود كوباية ونص من المية، يعني طرية ما بتكونش ناشفة معاكي. احنا عايزين عجينة تكون طرية وما بتاخدش سكر، علشان السكر بيخليها تتقطع معاكي ومش هتطلع معاكي حلوة خالص. الرقاق بياخد دقيق ومية ورشة ملح، مش اكتر من كده. خلاص كده فردتها. قطعي القطعة اللي انت حابة تعمليها على قد ما انت حابة. يعني مثلا انا هقطعها كده، يعني رقاق حلو جدا. هنا معايا صينية مدهونة مادة دهنية بسيطة من الزيت. هنا معاكي 12 قطعة. ريحنا العجينة نص ساعة. رشي بس رشة بسيطة كده من الدقيق وافردي. بكل سهولة هتمشي معاكي. كل ما تحسي انها لزقت معاكي كده، حطي رشة دقيق بسيطة في الفرد ولا في العجن. يعني حاجات بسيطة تقدري تعملي كده. وافرد برضو. ليه بفردها كده وبقلبها؟ علشان ما تلزقش معايا من الناحية التانية، عشان ما تبصي معاكي. وهنا كمان ممكن تعمليها حتى لو ما ظبطتش معاكي دايرة. ممكن تعملي ايه؟ تجيبي قد الصينية اللي انت هتعمليها، وتروحي مقطعة الجناب حوالين داير. لو الدايرة طلعت معاكي مش مظبوطة، ما تزعليش وتقولي مش عارفة اعمل الدايرة تطلع معايا مظبوطة. فانتي حتى لو طلعت معاكي مش دايرة، اعملي زي ما انا قلتلك كده. ممكن نعمل واحدة كمان اهي مثلا مش مظبوطة، نعمل واحدة كده مع بعض حتى لو مش مظبوطة معاكي. ممكن تشديها كده وتظبطيها بايدك. وممكن زي ما هي هنعمل ايه؟ قد الصينية اللي انا هعمل اديها، هروح قلبها كده، واروح واخده الجناب اللي مش مظبوطه، هروح دايبه القطعه بتاعت البيتزا، واروح مقطعه الجناب معايا كده. الجناب بكل بساطه تقدري تقطعيها، تظبطيها على قد الصينيه بتاعتك. تعالي كده نشوف، نشيل كده الزيادات. طريقة ممتازة جدا وبسيطة، تقدري تعمليها بكل سهولة في بيتك. شايفين دايرة مظبوطة خالص. وقلنا زي ما قلنا لو طلع كمان مش مظبوطة معاكي، هنا هعمل ايه؟ تعالي كده احط دايرة ومظبوطة جدا العجين بتاعنا الجميل ده. يلا مع بعض. وهنا حطينا الصينية، سخنا الصينية، قلنا ما تكونش سخنة قوي علشان ما تلزقش معاكي وتطلع معاكي بكل سهولة كده. زي ما انتوا شايفين الرقاق حلو جدا وما تقطعش معانا. وطي النار، خلي النار هادية خالص وما نشفش معاكي. سيبيه في الهواء هتلاقيه نشف على طول. لفيها كده الرقاقة.
الرقاقة تطلع نظيفة زي ما انتي شايفين الجمال بتاع الرقاقة. هتعمليها بسيطة ورائعة جدا بجد، هتبقى مبسوطة جدا لما بتعمليه في البيت بدل ما بتقفي تشتريه، تبقي مبسوطة جدا انت عاملاه. وكمان موفر جدا، يعني النص كيلو هيطلع معاكي كمية حلوة جدا وبسيط جدا. وحلينا مشكلة ان انت تعمليه في الفرن، احنا عملناه على البوتاجاز بكل سهولة وما بياخدش معاكي وقت خالص. هنا خلاص كده الرقاقة زي ما انت عايزة، اللون كمان بتتحكمي في اللون بتاع الرقاقة، فيعني شغل انت زي ما انت عايزة، شغل مظبوط 100% خالص. بتفرديها بتطلع معاكي. وقلنا كمان لو متضايقة من الجوانب مش مظبوطة بتقطعي على قد الصينية اللي انت هتعمليها، هتطلع معاكي الرقاقة زي ما انت شايفة اللون والجمال بتاع الرقاقة. تعالي نحط كده نمسح كده الاول الصينيه من الدقيق علشان قلنا ما يحرقش معاكي العجينه خالص. بس كده وبفرد، بتتفرد معايا بكل سهوله. لو لسه مشتركتش في القناه بتمنى تشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس. مستنيه تعليقاتكم ولايكاتكم الجميله، يعني شوية مشاهدات كده حلوين من عندكم، بجد المشاهدات ضعيفة جدا. فيعني اخواتي وحبايبي الله، وكل اكلاتنا بسيطة واقتصادية وسهلة. احنا ما بنعقدش الامور، احنا بنعمل اكلات بسيطة، يعني اي واحدة بسيطة تقدر تعمله. زي ما انتوا شايفين كده بنسهل الامور على نفسينا كده في المطبخ، يعني ما بناخدش وقت في المطبخ. هنا شايفين اللون، لسه شايفين لون الرقاقة عاملة ازاي، نشفت على ما تطلعيها في الهواء بتنشف معاكي. شايفين اللون، كنت تعملي توطي كده تفردي ثانية وتروحي فردة عشان تمشي على طول كده، تمشي ورا بعض كده. من ما تحطي دي تلاقي فردتي التانية تحطيها على طول، هتاخدش معاكي وقت خالص. ايه رأيك في جمال الرقاق؟ يعني عملنا النص كيلو طلع معانا الكمية دي، هتعملي 12 واحدة من الرقاق اللي انت شايفاه ده. الفية بتاعت الرقاق من قبل ما انا اللون تحفة على